السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم متابعي الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأهلا وسهلا فيكم وصفة جديدة ومكملين مع بعض حبايبي. وصفاتنا هلا بمدينة بورصة، مثل ما قلت لكم أنا هلا بزيارة عند أخوتي، يحبوا اليوم هيك طلبوا مني أكلة شيش طاووق. قلنا نسوي لهم شيش طاووق إن شاء الله، نشاركها معكم نصور لكم إياها. أنا عامل إن شاء الله شيش طاووق بالفرن، أنا عامل بالقناة فيديو شيش طاووق بس بالمقلية إلي. هلا اليوم ان شاء الله نسويه بالفرن باستخدام طبعا الاسياخ الخشبيه كلياتنا بنعرفهم، هدول هن. بدنا ننقعهم بمي طبعا قبل ما نشتغل فيهم، وبسم الله على بركه الله نبدا. حبايبي بالنسبه للمقادير، اول شغله انا مستخدم هون الصدر مع فخذ. انا بحب الفخذ، هو الصدر الشيش شيش طاووق اساسه بالصدر، بس انا بحب نكهه الفخذ، فيه دهن هيك بيجي مسقسق، الصدر ناشف. تمام حبايبي، الكميات حسب الرغبه، انا مستخدم هون يمكن كيليين. بس ايش عامل انا قبل ما هلا بنشتغل فيهم؟ حاطهم بالمحلول التعقيم اللي شفتوه بفيديو الفاروج مسحب، الخل والمي والملح والليمون. حيطه تقريبا 3 4 ساعات، واخذنا هلا هاللون الجميل هذا وريحته مسكو عنبر كالعاده. يا رب. المقادير حبايبي، خلصنا هلا من الفاروج. هلا نجي على التوابل. الشيش طاووق الشاورما توابلها كثيره كلياتنا بنعرف، بس طبعا يعني جود بالموجود قدر المستطاع. اللي عندكم حطوه، اللي ما عندكم ما في مشكله. هون ايش في عندي حبايبي؟ عندي هيل، هذا اساسي، هيل بودره، جوز الطيب، كمون، كركم، توابل الدجاج، ايش هذا هون كمان؟ يمكن هذا توم بودره، بصل بودره، بابريكا، كزبره يابسه، فلفل اسود، ملح، وبس. يعني هدول يعني على كل حال انا بكتب لكم اياهم بصندوق الوصف ان شاء الله تعالى. يا رب. هدول كلهم هلا بدنا نحطهم على الزيت. غيره ايش في عندي؟ عندي معلقتين لبن تقريبا، دبس فلفل، دبس بندوره، السوائل حبايبي. عندي خل، ليمون، وعندي صويا صوص. صويا صوص هي يعني انا دائما بنصحكم فيها، هي بناخذ منها نكهه الشواء، بتعطينا طعمه طيبه للشاورما وللشيش طاووق. يلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاي حبايبنا هلا جبنا الخلاط. طبعا اذا في عندكم خلاط مثل عندي او محضر الطعام احسن واحسن، بناخذ يعني صوص او تتبيله محترمه جدا جدا. لا ما عندنا بالوسك الشريط تعرفوا بنضربه على السوا بايدنا. هون في عندي لبن رح ننزله بالخلاط حبايبنا. اول شغله بنحط السوائل، غيره يا حبايب عصير ليمون. طبعا انا كميه كبيره عندي، اذا عندكم انتم بدكم تسووا كيلو لا تحطوا نص الكميات. خل ابيض، خل تفاح، هذا زيت زيتون كمان، زيت ابيض كله شغال حبايبي. هاي الخل عندي هون كمان، كلهم ناخذ تتبيله ان شاء الله تعالى فخمه فخمه. صويا الصوص مثل ما قلت لكم كله حبايبي، ومثل ما قلت لكم بكتب لكم ان شاء الله المقادير كلهم بصندوق الوصف. التوم انا حاطط شيء 6 7 حسب انتم ذوقكم، تحبوا التوم كتروا بتقللوا ما في مشكله. ايش في عندي كمان؟ دبس فليفله، دبس بندوره، تمام، معلقه بمعلقه، او ما تفرنجي بالحلبي، نقول لها بالحلبي ما تفرنجي نحن، كله شغال. حد حلو كمان حسب الرغبه. انا هون في اطفال لانه ماني حاطط حد. يا رب. ايش تم عندي هلا؟ التوابل يا حبايب، توابل كلياتهم كلهم. يا عيني يا عيني، الريحه من هلا بلشت تطلع حبايبي، بس قبل ما اخلطهم حاولوا قد ما تحسنوا امنوا من هالتوابل كلها اللي حاطها انا، تعطوا تتبيله خرافيه باذن الله تعالى. بس خالص. ايش بدي اسوي هلا؟ في عندي مي، بدي اكسر بشويه مي كيف. يلا على كل حال على الخلط تبين معنا. بس يا رب. وينه هذا؟ نجيب ركب الخلاط. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. هلا على سرعة واطية أول شي. بسم الله. هيك حبايبنا هلا بعد ما خلطناها على السوا بالخلاط صارت جاهزة. هلا بدنا نفضيها مباشرة. بس افرجيكم قوامها حبايبي، شايفين؟ هيك بدي يكون قوامها. هون بدي قوامها شوي سميك دبق عشان يتبقى لي مع الصدر على الفاروجات، شايفين؟ بينما فيديو المسحب على كل حال بحط لكم رابط ان شاء الله بصندوق الوصف. سويناها سائلة مو مثل هي، عملناها مثل الصوص. الريحة حبايبي بدي لكم على الريحة، يا لطيف يا لطيف يا رب. بالنسبة حبايبي للتقطيع، تقطيع الشيش شايفين؟ قطعة كبيرة حبايبي، قطعة صغيرة ما بصير. وطريقة تقطيعه موجود يمكن فيديو الشيش طاووق اللي عامله بالمقلية، بعتكم ان شاء الله كمان رابط بالصندوق الوصف. شايفين حبايبي؟ قطعة كبيرة مشان ما تدوب معنا، ونقعوا هذا بمي وخل لاخذنا هاللون الجميل والرائع. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضية كلياتها، كل هالقطايب حبايبي، كل هالتتبيلة فوق هالفروجات. يا سلام.
بس بكفي هيك. ومباشرة حبايبي عالدعك، ندعكم كلهم من تحت لفوق، بدي اياهم يتسقسوا يتنغنغوا، ياخذوا من هالتتبيلة الرهيبة والعجيبة عشان يعطونا طعم طيب. حبايبي هدول ساعتين 3 4 على كيفكم، يعني مستعجلين طبعا لا عندكم مجال، وانا بنصح فيها انه نعيفها لثاني يوم، ناخذ طعمة اطيب، ناخذ يعني وصفة محترمة باذن الله تعالى. بنغطيهم وبالبراد، براد البرد بصير يا حبايب. ماشي حبايبي، الله يدخلوا انا ساعتين 3 ونرجع لكم ان شاء الله. حبايبنا هلا طلعنا تتبيتنا من البراد، وصلنا 4 ساعات، وجينا هلا لنشكهم وندخلهم على الفرن باذن الله تعالى. شوفوا حبايبي شوفوا، شايفين هلا استقصوا وتنغنغوا على 24 صاروا، و4 ساعات، واذا تعرفوها ثاني يوم يكون احسن. بالنسبه حبايبي للصياخ، هون عندي أنا هون الصيخ الخشبكي هاتنا بنعرفه، موجوده بكل محلات الادوات المنزليه. بس هذا يا حبايب ما بصير نشك فيهم الشيشات ندخلوا على الفرن، لا بدنا ننقعه مي بارده ساعتين 3 مشان ما ينحرق معنا. وبسم الله الرحمن الرحيم مباشره حبايبي يا رب. وحده وحده، وتشكلياتنا يعني بنعرفه ما بده شيء يعني. ومجهز انا هون كمان شويه خضره، هي اختياري حبايبي يعني، بندوره على بصل على فليفله، يعني ايش بتحبوا حطوا، الموجود بالموجود. والله مثلا انا هون الصيغ عندي انا صغار هدول، شوف هيك 3 مثلا، بس بكفي. مباشرة على الصينية. بالنسبة للصينية حبايبي شايفين حيطة ورق زبدة، أي صينية بتدخل الفرن، أنا مستخدم هون الصاجة، هي أفضل يعني للشوي، وحيطة عليها ورق زبدة. تمام حبايبي يا رب. نرجع كمان نعيد العملية كمان كلها هذا هيك نعمل مثلا صيغ مشكل، هي ب9 ل4، حطينا هيك وحدة رابعة يا حبايب، شوي هيك نبعدهم هيك شوي عن بعض هيك بس حطوا هيك. ايش نسوي هلا؟ بلش من هون، حط بصلة مثلا بس هيك بس هيك حط لنا شيشة مع، حط بندورة مثلا، هون شغل يعني خيالك حبايبي. نرجع نحط شيشة كمان نسكرها بفليفلة، يا سلام يا سلام، العصيخ المشكل هذا كمان نحطه هون جنب اخواته. بس انتم هيك الله قبل ما نخلص الكمية كلها حبايبي. خلصنا تشكل الشيشات كلهم صاروا جاهزات، وعلى الفرن مع وجهنا حبايبنا. ومثل ما قلت الفرن بده يكون محمى مسبقا. هون بدي نار عالي حبايبي عشان ما يطلع عندي يابس ناشف، انه اصول الشيش على المنقل على الفحم نار قويه. انا شغال هون عندي من فوق من تحت على حراره 250 مباشره، برجع مشغله تقريبا قبل بربع ساعه. وبسم الله الرحمن الرحيم حبايبي اكبر وشوفوا شايفين، حطه فوق ما بنحطه تحت، بدي اياه يكون قريب من النار، يعني نفس المنقل شد يبعد الشيش عن المنقل 10 سم 20 سم. هون شايفين الحراره فوق بدي اياه، والله بسكر عليه شغال من فوق ومن تحت. بس قول له بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تقريبا ان شاء الله ربع ساعه نص ساعه لازم يكون جاهز ان شاء الله تعالى. هلا اجينا نشق على شيشاتنا، صار لهم تقريبا هلا شي 25 دقيقه بالفرن، نشوف هلا ايش وضعهم. وبسم الله الرحمن الرحيم يا رب، بسم الله بسم الله. طبعا شغال من فوق من تحت يا حبايب. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. نعمل لهم تقليبه حبايبي، اللي من فوق يصير من تحت. سكر فرقنا بس عشان انتم حامي. شايفين حبايبي هيك تقليبه بسيطه بسيطه، لانه هون مجبرين يعني انه فرن مو مثل المنقل نار حاميه، هون نتعامل معهم شوي بحساسيه، يعني الفرن ناره واطيه مهما كان. شايفين هيك تقليبه هيك بسيطه بسيطه، بس يعني بينات ما شاء الله ان شاء الله تعالى راح تاكلوا اطيب شيش باذن الله تعالى. بس خالصين هيك هلا رجعنا الفرن ونبلش بالبيواز باذن الله تعالى. حبايبنا هلا نسوي البيواز، بيواز مؤلف كلياتنا بنعرفه، بقدونس وبصل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرم هيك فرم ناعم ناعم، هدول بس ما شغله فيهم، حطوهم كلهم يا رب. نعمل هيك الفتله هي. بسم الله الرحمن الرحيم، حاول فرم ناعم يعني قدر المستطاع. هيك حبايبنا هلا فرمنا البقدونس كله بس مباشرة هلا على الصحن يا حبايب، جيبه مباشرة وراء البصل. بسم الله بسم الله. بس البصل جواني حبايبي او ترانشات يعني. اللي بعده نفس العملية كمان.
جيبي التاني كمان يا حبايب. طيب بصلتين لهالكمية كويسة. بعد ما فرمنا حبايبنا هلا بدنا نتبله. التتبيلة الأساسية البصل هو السماق، جيب طعمته حبايبي، السماق شو ما تحسنوا كتروا سماق، تمام؟ نخلطهم هيك كله مع بعضهم. بس هون السماق عن بيت أخوي عادي غامق. سبحان الله، ها شايفين؟ رشة ملح بس. كلهم والله مباشرة فوق هالبقدونس كله. وإذا في عندكم ليمون كمان، انا والله هون مو متوفر عندي الليمون، في عندي ملح ليمون، اذا في عندكم ليمون فريش اطيب، عصرة ليمون حبايبي، وفي ناس بتحط معه فلفله حمراء، يعني بابريكا او فلفله حلبيه، كله شغال، انا ذوق شخصي يعني. البيواز له عده طرق، في ناس تحط معه بندور كمان، كله شغال حبايبي. هلا بيوزاتنا جاهزات، شيشاتنا ان شاء الله شات 10 دقائق بيكونوا جاهزات، بنطبقهم كلهم بنشوف بعضنا ان شاء الله بمرحله التذوق. جبنا شيش طاووق صار جاهز طالع من الفرن. والله جينا على اجمل واحسن فقره اللي هي فقره التذوق يا حبايب. يا بسم الله الرحمن الرحيم. اخذ اثنين ها، شوف بس شوفوا الاستواء حبايبي، شايفين؟ ها شوف لحالة لحالة. سخنه حبايبي سخنه. شوف 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 اصلا تتكلم. شايفين الاستواء؟ عملنا سندويشة سريعة، يعني عم بستنوا حبايبي ما بقى يصبروا. حطنا شوية بيض حبايبنا. هلا ناخذنا هيك صيخ هيك مدعوم مثل هذا هيك مدعوم، نحطه هيك كله حبايبي. شايفين لحاله الصيخ عم بيطلع. يا سلام يا سلام. ورجع كمان حطنا شوية بيواز كمان يا رب. وبسم الله الرحمن الرحيم. دهب حبايبي دهب. هون عندي كمان ابن اخوي كمان ده دوقه. اسمك عمو؟ قول لهم شو اسمك للمتابعين. محمد. اعمل لهم باي، قول لهم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت الماء. طيبة؟ تجي تقول مي طيبة؟ طيبة؟ يا عيني يا عيني عليك يا عيني عمودة يا عمودة. ايوه قول خيال عمو خيال. عمو خيال. يلا عمو اعطيني حبيت. تكرم عمو تكرم. امسك بايدك، لا بايدك يلا كلها بسم الله. نون طيبة؟ يا عيني يا عيني. ايش نقول للمتابعين؟ نقول سوا ننصح نسوا طيبة؟ يا عيني عليك يا عين. حبايبنا سمعتوا يعني ولد هذا، بنصحكم كثير تشتغلوها مثل ما اشتغلتها، نفس المقادير نفس المكونات، باذن الله تاخذوا اطيب شيء باذن الله تعالى. مثل ما يعني هي اساسا على المنقال، بس ما في هون عندنا منقال بالبيت، يعني ندبر راسنا بالفرن. طيبه. وعمل فيديو انا كمان اللي هي على الغاز، بحط لكم اياه ان شاء الله بصندوق الوصف. حبايبي ان شاء الله استفدتوا وان شاء الله استمتعتوا بهالفيديو الجميل والرائع. استفدتوا واستمتعتوا فيه، لا تنسوا صالح دعاكم واشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس. كان معكم الشيف محمد والشيف كمان محمد. نقول لكم باي، الى اللقاء. قول لهم باي للمتابعين. باي. السلام عليكم. سلام عليكم. ايوه